السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مهندس ومهندسة بيسمعوني. أنا مصطفى المصري ودي قناة المصري استوديو، وده الجزء الثاني يعني إيه فورم تكسير الداي كات. وكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا إن في معلومات كتير، فعشان كده قسمناه على فيديوهين أو على جزئين. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. عايز بس قبل ما أبدأ معاك أقول لك إن في سؤال اتسأل المرة اللي فاتت، وهو لما اتكلمنا عن موضوع المليمتر والسنتيمتر وإزاي نرفع المقاسات. كان في حد بيسأل، بيقول لك في طريقة اقدر احسب بيها المقاسات من غير ما ادخل على المواقع، لان ساعات ما بيبقاش في نت. وهو وضح هنا ان ده سؤال احد المشتركين او احد المتابعين لينا. يعني اقصد لو في برنامج كمبيوتر او الموبايل ادخل احسب على طول. اسيبكم بس مع الفيديو ده، وان شاء الله ده فيديو مصوره من على التليفون ونرجع له. طيب، بالنسبة للإجابة على السؤال، إن ده في برنامج مرفق أصلا مع التليفون اللي معايا. ممكن يكون معاك او مش معاك، ما اعرفش، بس بيبقى موجود على الجهاز مجاني خالص من غير نت. بتروح دايس هنا على العلامه اللي فوق اللي هي عامله زي المسطره دي، بتلاقي هنا عندك فوق السنتيمتر والمليمتر. لو حبيت تغير في اي لحظه في اي وقت من السنتيمتر او ايا كان، بتلاقي هنا قائمه كبيره جدا من اللي انت عايزه. وهنا برضو هتلاقي المليمتر. طيب لو احنا عايزين نغير المليمتر للسنتيمتر، بتخلي اللي فوق اللي انت هتكتبه واللي تحت اللي انت هتغيره. مثلا لو هنغير هنا 130، هتلاقي تحت 13 سنتي. طيب 90 مثلا اهو، هتلاقي 9 سنتي. طيب لو جينا بقى نغير العكس، نغير من السنتي للملي، بختار الفوق اللي انا عايز اغيره، اللي تحت اللي هيتغير له، واروح جايب هنا مليمتر واروح كاتب 13. هيجي لك معاك ده البرنامج خاص بالجهاز. تمام. طيب انا لو هنزل برنامج، بنزل برنامج اللي هو دون. بختار هنا نفس الكلام، بختار من هنا اول علامه، واختار هنا اللي انا عايز اغير له. يعني هنا المليمتر، بختار هنا المليمتر واكتب هنا في الفاليو اللي هو القيمه ال100 مثلا و30. يبقى انا اخترت مليمتر، اكتب بال130 مثلا. هيجي لك هنا في الخانه الثالثه اللي هي بعد اللي علمت عليها 13 سنتي. تمام. طب انا لو عملت كده من 90، هتلاقي نفس الكلام برضو 9 سي ام يعني سنتي متر. ده الخانة التالتة. طب لو اخترت اللي انا الخانة التانية، لو اخترت الخانة التالتة اللي هي السنتيمتر عشان احول للمليمتر، بختار هنا السنتيمتر واختار هنا في الفاليو اكتب 113. تمام. هتلاقي فوق 130 مليمتر. تمام. هتلاقي مليمتر. البرنامج ده شغال من غير واي فاي خالص. حتى انت لو بصيت فوق عند الشاشة، في الشاشة فوق هتلاقي مفيش واي فاي خالص. تمام. بينزل خالص وبيشتغل من غير اي نت ولا حاجه. ده وانت حابب تتعرف على اي برنامج على الهاتف. معانا اول حاجه اجزاء الفورمه، وده ان شاء الله احنا المفروض ان احنا كنا هنتكلم فيه المره اللي فاتت، بس قلنا نخليه الجزء ده عشان نبقى يعني نتكلم فيه براحتنا ونتابع ان شاء الله مع بعضينا. اجزاء الفورمه احنا قلنا بتتكون من جزئين. بتتكون من جزئين، او 3 اجزاء: خشبه وسكينه وريجه. ايه اللي بيحصل حضرتك لما بتيجي تدي بعد ما بترفع مقاساتك؟ ان شاء الله هنعرف بعد كده. بعد ما بترفع مقاساتك بتودي الفورمه بمقاساتها للراجل بتاع الفورم، المكان بتاع الفورم، الشركه بتاعت الفورم او المصنع بتاع الفورم. تمام. وقلنا المره اللي فاتت هي ليه بتجيلنا بالمنظر ده. تمام. بعد ما بتدي له المقاسات او بتبعت له الفورمه، بتقول له خلاص، هو بيبعتها لك كده. يعني المفروض ان انت لما بتدي له المقاسات بيبعت لك الفورمه تسقط وتامن. يعني ايه تامين؟ يعني بتاخد الفورمه على الشغل بتاعك وتامن الدنيا تمام ولا لا. بعد كده لما بتقول له تمام، بيبدأ هو يصنع بقى الفورمة اللي انت قلت له عليها. تمام. يعني الموضوع الاول بيحصل ازاي؟ الموضوع ان انت بتطلب منه فورمه وبيبعت لك الداي كات، بيبعتها لك فورمه فايل زي ده. تمام. هو بقى لما بيبعتها لك انت بتقول له تمام، انا خلاص بدات سقطت الفورمه على التصميم، او سقطت الفورمه على الشغل وتمام، وامنت الدنيا تمام خلاص. بتبدا تقول له ابروف، تمام خلاص اشتغل. تمام. هو بقى بيبدا ايه بقى؟ بيبدأ يستخدم أول حاجة إن هو الفورمة اللي أنت طلبتها وبعتها لك وقلت له عليها تمام، يبدأ يرسمها على الخشبة اللي هي اللي أنت شايفها قدامك دي. تمام. اللي أنت شايفه قدامك ده، دي الفورمة. يعني نعتبر إن ده فورمة اللي أنت بعتها خلاص. بيبدأ هو بقى ياخدها على الجهاز عنده زي ما أنت شايف كده، ويبدأ يرسمها زي ما أنت شايف كده. هو كده بيعمل إيه؟
هو هنا بيرسم الفورمه بالليزر، تمام. ده اسمه ليزر حرق. الليزر الحرق اللي انت شايفه دلوقتي ده اهو بيبدأ يرسمها زي ما انت بعتها له بالظبط، زي ما انت اديتها له بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص، تمام. زي ما يعني حتى انت لو رجعنا كده مثلا اهو، لو جينا رجعنا هتلاقي ان الصورة، خلينا نرجع لك كده خالص اهو، شفت الصورة دي؟ ركز فيها قوي. الصورة اللي قدامك دي، الصورة اللي قدامك دي او الفايل اللي قدامك ده هو اللي هيعمله في الاخر كده، هو اللي هيطلعه في الاخر كده اهو، هيبدأ يوريهولك اهو، تمام. هتقولي طب هندسه، طب انا مش هشتغل انا في الموضوع ده، يعني انا مش هبقى صنايعي. واقول لك لا، لازم تبقى عارف زي ما قلت لك، لازم تبقى ملم بكل اسلوب مهنتك وكل الفاظ مهنتك وكل معايير مهنتك، وايه اللي بيشتغل وازاي بيشتغل، عشان تبقى اقوى من اي حد تاني قاعد على الكرسي مجرد واحد مصمم وبيبعت فايلات بس، عشان تبقى عارف اللي هناك ده بيحصل ايه. طيب هنا بقى بيجي نقطة الايه، السكينة. السكينة اللي انت شايفها دي الفورمة اللي انا مفروض هوريها لك فيما بعد، يعني النهارده ان شاء الله او في الفيديو اللي انا بوريه لك ده. بس هو كده خلاص بدأ يرسم اللي هو الرسم ده اهو، كده هو رسم على الايه، كده رسم على الخشبة، تمام. بيبدأ بعد كده يحط السكاكين اللي انت شايفها قدامك دلوقتي دي، تمام. خلينا نكمل الفيديو. هو في بقى فيديو في مكنه تعمل الاسلحه اهو، بص هو بيبدا ايه، يعمل الاسلحه زي ما انت شايف كده اهو، يبدا يتني الاسلحه ويشكل الاسلحه بناء على الرسم اللي انت بعته له قال لك عليه، تمام. اهو بص هيبدا بقى يدق او يدخل سكينه جوه الريجه، جوه الفتحه اللي هو فتحها بالايه، بالليزر. مش هو هنا فتحها اهو، هو هنا اهو بدا ايه، يعمل بالليزر زي ما انت شايف كده اهو، زي ما هو كده بدا يفتح بالايه، الفتحات السوداء اللي انت شايفها دي. هو هنا بيركب بعد ما خلاص ادى المكنه هنا الامر بان هي تصنع وتظبط السكاكين والريك اهو، بدات تتني بناء على الرسمه اللي خدتها. هنا بقى بيبدا يركب، هنا بيبدا يركب السكينه اللي انت شايفها دلوقتي فين، الفورمه اللي انت شايفها دلوقتي دي، تمام. اهي نرجع تاني اهو، اللي انت شايفه ده سكينه بتبقى حاميه، لو مسكتها بايدك تعورك، لكن اللي جوه دي اللي زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، ولازم ترجع له ضروري قوي عشان تفهم احنا اتكلمنا في ايه، تمام. اهو برضو نفس الكلام، بيبدا يدخل السكينه والريجه في المجرى اللي عملها. طب المجرى دي ليه في مساحه في النص كده؟ عشان يمسك الفورمه، عشان يمسك الخشبه دي لو ما فيهاش المساحات دي هتغطس تحت، هتقع لتحت، تمام. اهو برضو بيبدا ايه، يدق اهي عليها، تمام، بيبدا يدق عليها وفي الاخر هيخلصها خالص. هنا هو راكب الاول الايه، السكينه، راكب البرواز بتاع السكينه، يبدا هنا يركب الريجه اهو، تمام. الريجه دي ما بتبقاش حاميه خالص زي ما حكينا في الفيديو اللي فات، قلت لك لازم تروح تشوفه اهو كده خلاص خلص الفورمه بتاعته، كده خلص الفورمه اهي. الفورمه اللي انت شايفها دي، هي دي، تمام. تعالوا بينا يلا نخش على النقطه الثانيه وهي عدله الفورمه. بص يا سيدي، عشان دي موضوع مهم جدا وده موضوع شائك وده بيبقى عامل ازعاج لمصممين كتير قوي 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 قوي. الفورمه بعد ما انت رفعت مقاساتها وبعتها للمكتب والمكتب بعتها لك وصممت وتمام التمام، هل انا لما اجي اصمم، ودي نقطه جوهريه ودي النصيحه اللي بنصح بيها اي حد، افهم يعني ايه فورم، تمام. طيب ليه بتجيلي بالمنظر ده؟ يعني ليه بتجيلي مكتوبه كده؟ فاهمني؟ ليه مش مكتوبه ليه مش مكتوبه بالعدل؟ حتى هو كاتب لك عدل طباعه. بص يا سيدي، يعني دي كده وش الفورمه، تمام. انا لما اجي اصمم، بص هنا حتى، تعالى ناخد كده ندوس كنترول جي عشان ناخدها كوبي، ناخدها جروب وبعد كده ناخدها على الشغل. بص انا لو جيت سقطت الفورمه على التصميم مش هينفع. ليه؟ عشان انا ما ينفعش اصمم على الفورمه وهي كده. خد القاعده دي مني وافهمها صح كويس، خدها قاعده مني وافهمها صح كويس مني، تمام. لما تجيلي فورمه زي كده اعمل ايه؟ اروح جاي على برنامج الاستريتور، اول نقطه هتعملها تروح جاي هنا دايس على ترانسفورم ودايس على ريفلكت، تمام. هنا هتدوس على فيرتيكال، تمام، وتخليها هنا 90 وتروح دايس اوكي. كده بقت الكلمه عندك اتعدلت. لازم تصمم على المنظر ده. طيب تاني انا ادوس كنترول زد اهو، رجعت تاني. طيب
انا هنا قدامي الفورمه اهي، تمام، جات لي من العميل، جات لي من المطبعه، جات لي من الشركه، جات لي من اي حاجه. المفروض ان انا هاخد الفورمه دي اصمم عليها او اسقطها على تصميم، زي ما هنعرف ان شاء الله في المراحل الجايه. وانا بقول لكم ان القناه هيبقى فيها فيديوهات هتعجبك جدا وهتنمي عندك قدراتك المهنيه ان شاء الله. طيب لما تجيلي بالمنظر ده اوتوماتيكي على طول اروح جاي عامل كده، واروح دايس على الترانسفورم ودايس ريفليكت. بص هنا لما جبت فيرتيكال كده، ما يتعملش كده غلط، لا دوس على فيرتيكال وتروح دايس اوكي، تمام، وتعمل بريفيو. يعني هنا حتى لو جينا على ترانسفورم لازم برضو ايه تروح دايس بريفيو، بحيث ان هي تجيب لك البريفيو بتاعك. تمام. طيب انا قلبتها، انا قلبت الفورمه، تمام خلاص. هنا ده عيد الطباعه. تعالوا بقى كده، انا لما صممت على ايه؟ صممت على عيد الطباعه. يعني ما ينفعش اصمم على الفورمه وهي مقلوبه، لا ما ينفعش. طب تعالى كده اهو، اهو تعالى بص، ايوه، ايه ده فعلا طلعت صح، ايوه ليه اهو. تعالى كده اهو اسقط التصميم كده، تمام التمام، الله ينور. طيب الراجل ليه بقى بيبعت لي الفورمه مقلوبه كده؟ تعالى اوريك. تعالى نرجع تاني اهو. طبعا زي ما انت شفت اهو الدنيا مظبوطه ومية مية وما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي مشكله. الفورمه زي ما انت شايف اهي، تمام، والتصميم تمام والدنيا تمام تمام خلاص. طب ليه بقى بيبعتها كده؟ وايه الخطر اللي عندي؟ بص يا سيدي، انا عندي ايه؟ عندي الفورمه اهي، ده شكلها اهو، وهوريك دلوقتي ازاي ليه الصنايعي او ليه على المكنه يعني. تمام. النقطه دي ممكن الدرس ده ممكن يطول معانا شويه، بس عشان تبقى فاهم الوضع ماشي ازاي. بص هنا هي مكتوبه على الفورمه اهي، هي اللي مكتوبه على كده بالظبط. اديك مثال، اقف قدام المرايه، تمام، هنعتبر ان دي المرايه. انت دلوقتي اقف قدام مرايه او هات مرايه، ارفع ايدك اليمين، لو اللي على المرايه بيظهر ايه؟ ايدك الشمال ولا ايدك اليمين؟ ايدك الشمال. فهي عامله زي كده اهي. بص حتى هتلاحظ ايه؟ بص هنا الانحناء ده، الانحناء ده اهو، بص هنا كده اهو، تمام. ايه ده؟ يعني انا لما جيت صممت على ايه؟ على القلبه اللي انا قلبتها. يعني معنى كده دي واحد حاجه ارشاديه، ان اعدل الطباعه، يعني اشتغل عدل طباعه. يعني معنى كده ان انا لما اشتغل اقلبها طيب نصيحه تانية او تالتة، او شوف انت هتعد لغايه فين. لما تيجي تتعامل مع الناس بتوع الفرم، اساله الاول انت هتبعت الفورمه ازاي، لان في اماكن بيبعت الفورمه، في اماكن بتبعت الفورمه معدوله. يعني في اماكن هتلاقيها بتبعت الفورمه كده. دي معلومه جديده يا استاذ مصطفى. ايوه، وانا بتعامل مع مطبعه حاليا، مطبعتين. مطبعه مره تبعت لي كده واخدها انا اقلبها، تمام اهو، اخدها اقلب تاني اهو، ورابع وعاشر اروح عامل كده وابدا شغل. انا بقى لما اجي ابعت له، تمام، ما ابعتلوش دي كده تاني، لا اقول له ايه؟ اشتغل. فهو لما يجي يعملها هيعملها زي ما انت شايف كده. طيب المكنه لما بتيجي تكسر بيتكسر ازاي؟ ادي يا سيدي هي. بص هنا الصنايعي، ركز معايا قوي في النقطه دي. بص هنا الصنايعي اهو بيجي يركب ايه؟ ده اسمه بريسبام، تمام، بيركبه هو وحط الايه؟ وحط الفورمه على مكنه. دي اسمها مكنه دبابه. برضو مش مطلوب منك تعرف انواع مكن او اشكال مكن، بس برضو تبقى عارف هو بيشيل منها البريزام وبيبدا وبيبدا يركبها. بص بقى معايا في اللقطه اللي جايه دي، بص في اللقطه اللي جايه معاك دي. بص هنا مكتوب اهو عدل طباعه. اصبح دي المرايه، دي كده المرايه، واللي هيتحط ده الشخص. طيب انا بقول لك اهو، حط المرايه قدامك وحط الشخص قدامك. لما ترفع ايدك اليمين هتلاقي ايه؟ موافقه مع ايدك الشمال اللي ظهرت على المرايه. بص كده اهو، تمام اهي. برضو دي اهو عدل طباعه اهو، يعني بتاع مقلوبه اهي برضو الكلمه اهي. يبقى اصبح كده دي المرايه وده الشخص اللي قدام المرايه. اخبط كده هتلاقيه جاب معاك، تمام. هو هنا بيشيل البريسبام خلاص. البريسبام ده يعني وظيفته ان هو يخلي العلبه تتني اكتر، يعني العلبه تتني وتبقى باسلوب كويس وطريقه كويسه. تمام. خليني اشوف اوريك فيديو تاني برضو يوضح لك الموضوع اكتر يعني. تمام اهو، ده عدل طباعه اهو، تمام. هو هنا بياخد حاجه اسمها لقطه، تمام. بعد ما خد اللقطه بتاعته برضو عدل طباعه اهي. وهنا لما كسر، بص بقى، تعال نرجع تاني اهو، تمام. انا بحاول اجتهد معاك في الموضوع عشان توصل لك الموضوع اكبر واسرع يعني. بص هنا لما يجي يكسر، هو هنا هيخبط كانها زي المرايه كده اهو. بص روح راجع تاني، بص هنا، شايف دي؟
شايف ال الحاجات اللي انت شايفها دي كلها، دي جت فين؟ جت في وش الفورمه. تعال نبص كده هنا اهو، ده اللي انت صممته وبعت للمكان اللي هيصمم الفورمه وهيرسمها وهيطلعها لك بالمنظر ده. دي ظهر الفورمه. دايما خدها قاعده، ظهر الفورمه هو العدل طباعه. عشان برضو في مشكله تانية هنبينها في فيديوهات جايه، ان انت لما تيجي تشتغل على فورمه قديمه، يعني ممكن فورمه تجيلك قديمه ويطلبوا شغل تاني. فانت لما تجيلك فورمه زي كده اهي، بص اهو، بص جات لك الفورمه زي كده، فانت صممت عليها، بيعمل ايه بقى؟ كده انت عملت مشكله. فانت الفرخ هنا لو صممت على دي وجيت كسرت على دي مش هينفع، لازم يلف الفرخ. حتى بص هنا هتلاحظ اهو، انت دلوقتي لو الفرخ ده معمول بشكل مقلوب فمش هينفع. تمام. يا رب تكون بس المعلومه قدرت توصل لك، ان لازم الفورمه تقلبها، لازم تقلب الفورمه. اول قاعده لازم تاخد الفورمه كده وتروح عامل لها كنترول جي، يعني جروب، وبعد كده تدوس ريفليكت تخلي الكلمه دي قدامك. في ناس تانية بيتعاملوا بان الفورمه مبعوثه معدوله. يعني ايه؟ يعني لما بيجي في مصانع تانية او في شركات تانية لما بيجي يتعامل بيبعت لك الفورمه كده بالايه؟ بيبعت لك الفورمه كده بالطريقه دي. طيب ده صح؟ اه صح. تمام. طيب اتعامل كده؟ اه اتعامل كده، صمم على كده. وهو لما بيجي يعمل الفورمه بيعملها كده. تمام. يعني القاعده الاولانيه ان انا لازم اقلب الفورمه، اخلي الكلمه تتقري كده عدل طباعه. تمام. النقطه الثانيه، اسال اسال المكان، اقول له انت بتبعت الفايل ازاي؟ عدل طباعه معدول، اشتغل انا على طول ولا اشتغل وانت وانا اقلب؟ النقطة الثالثة، لو جالي فايل، لو جالي فورمة زي دي حد بعتها لي، اقول له لازم اشوف الفورمة. يعني ايه لازم اشوف الفورمة؟ يعني لازم اشوفها خشب زي كده. انا راح اعمل ايه بقى؟ لو جات لي خشب زي كده اروح جاي حاططها كده، ماشي الخشب، اروح قلبها على ظهرها. انا المفروض اشتغل على ظهر الفورمة. ظهر الفورمة ده هو اللي هيبين لي اشتغل ازاي. طب تعالوا بص كده، خلي اهو، بص انا واحد باعت لي فورمه زي دي كده اهي، واحد باعت لي فورمه زي دي كده، وبعت لي فورمه زي الفايل كده، وانا نزلت تحت او هو صورها لي كده، احطهم جنب بعض واشوف الاتجاهات. لا ده ايه ده في مشكله، لا لا لا، يبقى انا لازم ايه؟ لازم اقلب، مرفوضش الشغلانه طبعا. اروح جاي قالب كده وعامل ريفلكت، اروح طيب لازم يكون الفايل زي الايه ده، في حاله ان انا حد بعت لي فايل انا هشتغل عليه، مش انا اللي عامل الفايل. اهو الفايل اهو والفورمه اهي. لازم بقى اكد والله لا نفس الاتجاهات، الاتجاه ده كده، دي اسمها شق وضافر، ده الشق وده الضافر اهو. تمام. روح جاي هنا تمام، مفيش مشكله، خلاص تمام، خلاص تمام مفيش مشكله، اروح ايه؟ شغال على طول. تمام. هنا انا قلبت الفورمه. طب في واحد ممكن يجيب لي الفورمه اصلا معدوله كده، الكلمه دي معدوله اصلا، خلاص يبقى ما اقلبش، ما خليهاش كده. فاهم؟ النقطه دي مهمه قوي، سجلها عشان تقدر تستوعب الموضوع معايا جدا. تمام. نكمل بقى ايه الطباعه اهي، التكسير اهو. حتى عمل لنا عينه اهو. تمام. العينه طلعت مظبوطه وكويسه جدا جدا. طب نفترض ان انا صممت على كده، هي الفورمه معموله، يعني كده كده لو فورمه معموله او هم عملوا، طبعا انت بتتصل على طول الحقه، لا وقف عشان في مشكله عندي. طب لو هو اصلا انا طبعت على كده، لو طبعت على كده وصممت على كده، بيعمل ايه؟ بيروح قالب حاجه اسمها قالب السكاكين، بتودي الفورمه دي للراجل بتاع الفرم، يروح قالب السكاكين. يعني ايه؟ يعني يخلي السكاكين دي كده في الظهر عشان يقلب على الوش، يعني الموضوع بيتحل يعني، وبيمشي وتمام التمام، مفيش اي مشكله خالص، وما تقلقش من اي حاجه. تمام. وجينا للنقطه الثالثه، وهي رسم الفرم على برامج التصميم الخاص بها. يا جماعه، اي فورمه لازم تترسم على برامج بتاعتها. برنامج برينكت ديزاين زي ما عملنا قبل كده، برينكت باكج ديزاينر، اهوريه لكم على البرامج دي. ده اصلا برنامج خاص برسم الفورم، ده برنامج خاص برسم الفورم. في برنامج اسمه امباكت ده برضو خاص بالفورم. مفيش فورم بتترسم على الستريتور، وبقول اهو وبعيد لك 1000 مليون مرة،
اي فرم بتترسم على برنامج الاستريتور بيتعاد رسمها تاني. يعني حتى لو انت رسمت فورمه وصممت عليها، بيتعاد رسمها من اول وجديد. اي فورمه رسمتها انت في البيت، رسمتها في الشغل، رسمتها في لاي صنايعي، لاي حد، لعميل، لاي حد رسمتها، حتى ولو كروكي، حتى لو انت يعني رسمتها باي طريقه وديتها لاي مصنع او اي شركه، بيقول ايه؟ بيقول لك خلاص تمام. بيروح راجع مراسم الفورمه من اول تاني، بياخد المقاسات ويرسمها. ما بيعتمدش الفورمه اللي انت رسمتها على على البرنامج الاستريتور. هو مش هيلبس نفسه مشكله ومصيبه. ليه؟ لان انت لو جيت بصيت للفورمه دي كده هتلاقي في حاجات هو عامل حسابها. التقفيل يعني ليه الخط ده مش هنا او مش هنا؟ يعني فاهمني؟ في حاجات، طب ليه الخط ده معمول كده؟ يعني حاجات فنيه وهندسيه مفروض ان هو بيخلي باله منها. تمام. طيب مع احترامي لاي حد، مع احترامي لاي حد رسم الفورم، يعني انت لو دخلت على اليوتيوب وكتبت رسم علب التغليف هتلاقي في ناس فعلا رسمت على الاستريتور ورسموا على المواقع. وان شاء الله هنعمل فيديو فيما بعد ان شاء الله ليه ارسم على برامج التصميم، برامج الرسم الفورم، وما ارسمش على الاستريتور. وهل فعلا مواقع التصميم تغني عن مواقع عن البرامج التصميم ولا لا؟ ان شاء الله هنحل المعضله دي. لكن في ناس بدات ترسم اهو، حتى في واحد اهو، في حد اهو رسم برضو العلب اهيا. في ناس بترسم العلب، تمام، اهو برضو حد بيرسم الفورم، تمام، على برنامج الاستريتور. هو بعد ما رسم وصمم هيروح الفورمه. المشكله اللي بتحصل ايه بقى؟ ان الراجل لما بيجي ياخد منك الفورمه، انت دلوقتي رسمت، خليني انا رسمت الفورمه دي كده مثلا، وقمت جاي مصمم. هو بقى لما بيبعتها لك بطريقه تانية، هتلاقي فرق ملي و2 ملي. فلما تيجي تقفل العلبه مش هتلاقيها مقفوله صح، وهتلاقي فيها حاجه اسمها ترحيلات ومشاكل. فانت ليه توقع نفسك في مشاكل؟ عايز ترسمها كروكي كده توري العميل، او انت ترسمها كروكي بحيث ان انت تظبط امورك وبعد كده تعتمد على فورمه العميل، الفورمه اللي هتتبعت لك، وتبدا تظبط بريداتك وتبدا تظبط دنيتك، ماشي. لكن في الاول لا، اعتمد على الفورمه. انا عمري ما رسمت فورمه على الاستريتور واعتمدت عليها ابدا. يعني في خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا دول عمري ما عملتها خالص. تمام. فهو هنا بيرسموا الفورم على الاستريتور، وده غلط. انا بقول ده غلط كتير عشان الناس ما تاخدش الموضوع فعلا ان هو لازم يرسم الفورم على الاستريتور. لا، ما ترسمش الفورم على الاستريتور. ولو رسمت ترسم كروكي كده عشان تشتغل وتظبط امورك عشان تنجز شغلك. ده كان موضوعنا النهارده. يا رب اكون قدرت افيدكم. معلش الفيديو طويل شويه، بس ان شاء الله الموضوع ان شاء الله هيكون فيه ترتيب اولويات، ان احنا نبدا الاول بالاصعب، بالاسهل ثم الاصعب، عشان نوصل لمرحله بروفيشنال ان شاء الله من شغلنا. في نهايه الفيديو ما تنسناش بسبسكرايب، لايك، شير، واحفظ الفيديو عشان توصل له في اقرب وقت وفي اسرع وقت ان شاء الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.